السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحبيبات ديالي، اليوم غنشارك معكم شي هو غتعدل لنا الرادية. غتعدل معنا البسبوسة. غتحتاج 2 البيضات وقشور ديال البرتقال وكتخلط العناصر مع بعضها، كتضيف عليهم كاس ديال السكر وكتخلط. كتبقى تحرك باش ما كيبقاوش ديك الحبيبات باينين ديال السكر حتى كيذوبوا. كتضيف عليهم كاس ديال الزيت. هذا الكاس هذا كأنه كاس ديال العنبة، يعني اللي عنده الكاس ديال العنبة يعبر به. كنعملو 2 بيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وكنخلطو جيدا. وكنضيفو واحد الشاصية ديال الفاني. هاد الشاصية ديال الأردن اللي كيبانو لكم مختلفين على هاد المغرب. كنخلطو جيدا العناصر. وكنضيفو كاس ديال البرتقال وكنخلطو مزيان حتى كيتجانسوا العناصر مع بعضهم. وعاد نكملو باقي العناصر. كاس ديال الحليب كنضيفوه حتى هو مع هاد العناصر هادي وكنخلطو. هاد البسبوسه البنات كتجي رائعه مع رادية، ما شاء الله عليها. كنعملو كاس ديال السميده رقيقه شويه بشويه، وحنا مع التحريك طبعا كنضيفو الكاس كامل، وعاد كنعملو كاس اخر حتى كنحركو، عاد كنضيفو الكاس اخر. دابا نعملو الخميره، ثم نعملو الزه حمراء. كتعملو 2. كنضيفو كاس اخر ديال السميده وكنحركو جيدا. كنبقاو هيدا مستمرين، وكنجيبو المول اللي غنعملو فيه البسبوسه ديالنا وكنرشوه بشويه ديال السميده. وعاد كنعملو فيه الخليط اللي عدلنا. الخليط ديالنا ها هو، غنهبطوه بالسباتشو حتى ما يبقى حتى شي حاجه في الطاوه ديالنا. وغنكونوا سبقنا عملنا الفرن ديالنا، شعلناه على 180 درجه، وغنعملو فيه البسبوسه ديالنا وغنخليوها طيب من تحت ومن فوق. ونشبرو الفواكه الجافه
يعني اللي عنده النوا واللي عنده القرقاع يعملو. كنعملو كنسقيوه بالبرتقال، وكنعملو عليه الفواكه الجافة اللي متوفر عندكم، كطحنوه وكتعملوه فوق البسبوسة، وها هي جاهزة وبالصحة والراحة.